في بيت مصري أصيل كانت فيه ليلى بنت 21 سنة، متجوزة أحمد الضابط الشهم اللي يكبرها ب9 سنين. أحمد وليلى كانوا زي أي اتنين بيحبوا بعض في مصر، يمكن أكتر كمان. الناس كانت بتتحاكى عن حبهم وعن علاقتهم اللي كانت مضرب الأمثال. كل حاجة كانت ماشية زي الساعة، بيت هادي، حب كبير، وفرحة ما تتوصفش لما ربنا كرمهم بكريم اللي مال عليهم حياتهم نور. أحمد بحكم شغله كضابط كان دايما غايب، شغله واخد كل وقته وأجازاته كانت قليلة. وليلى كانت قاعدة لوحدها معظم الوقت، بس ما كانتش بتحس بالوحدة. ليه؟ لأن أهل أحمد حماتها وحماها كانوا عايشين جنبهم على طول، كأنهم بيت واحد. ليلى كانت بتروح لهم وتيجي براحتها، حاسة إنها وسط أهلها. أحمد كان بيحب أهله حب جنوني، ومنهم زياد ابن أخوه الكبير اللي عنده 19 سنة، وكان أول حفيد في العيلة. تفتكروا إيه اللي ممكن يهد السعادة دي كلها في لحظة؟ استنوا الصدمة اللي جاية.